بالكابتن حسام ابو سنين المدير الاداري لنادي او المدير الاداري للفريق الاول بهلال القدس. ابو محمد مساء الخير. مساك أخ عمار، أنت جميع المستمعين. شو الاخبار؟ طمني عنك. حياك الله يا حبيبنا، الحمد لله. كيف وضع القدس اليوم؟ في برد شتاء ولا كيف؟ والله برد، هينا واقفين في نص الملعب والبرد الله يكون بالعون. الله يعطيكم الف عافيه. دف هيك دفوا حالكم منيح، البسوا طواقي وجاكيتات ما شاء الله. ما هو الهلال لا كل والله الامور هاي متوفره عنده. والله ما شاء الله الإدارة مهتمة فينا وكلنا لابسين جاكيتات ودفيانين. يعني الاداره جايبه للكل. والله الإدارة عمرها ما قصرت من الناحية هاي، يعني الحمد لله، لا يعني والله دائما. الصراحه انا يعني حتى بعرف. اللاعبين بس معهم بيقولوا الهلال دائما بتميز في لبسه. الصراحة أنا حكيتها بس هيك يعني نكشة راس. أنا بعرف إنه عمر إدارة الهلال ما قصرت في هاي الأمور الصراحة. يعني الواحد يحكي لي حياك لو اللي الله. عليه. يا حياك الله. سيدي موفقين والله يا رب ياخذ بيدكم. صراحة عادة يعني بين الدورين الفريق اللي بيكون متصدر أو الفريق اللي بيكون بينافس على لقب الدوري بقوة أكثر فريق بنشوفه شغال بسوق الانتقالات. الا هلال القدس شايفين الفريق مش متحرك كثير. شفنا شاهر شلباي دخل. هو شاهر بدل شاهر، شكله شاهر شلباي دخل وشاهر الطويل طلع. لكن ما شفناش اسماء تانية ذكرت لها علاقة بهلال القدس. يعني أخ عمار، أول شيء إحنا من بداية الموسم عدينا فريق اللي يكون فريق متكامل. فريق سواء ال 11 في الملعب أو ال 11 اللي برا، اللي هم يكونوا فريق جاهز بأي لحظة. بتخلاش الأمور إنه يكون قد نكون بحاجة لشيء معين، بس هذا لا يعني إنه إحنا نقول إحنا متصدرين ولازم نقعد نشتغل بطريقة غلط وعشوائية ونصير نجيب نكدس لاعبين. لا، هذا بتوقع انه مش اشي صحي ومش اشي منطقي انه تكديس اللاعبين، يعني كمان وبالنهاية كمان هاي رؤية فنية. والرؤية الفنية والمدرب ما شاء الله عنه الكابتن عمار، يعني عارف الشغل تاعه وعارف اللي له مطلوب يعني. والله شوف يعني انا مش عارف الكابتن عمار لليوم فيش تواصل بيني وبينه بالشكل الصحيح. الا انه يعني من المدربين اللي قدروا يعملوا ويصنعوا فارق مع الفريق اللي راح دربه اللي هو الهلال. الصراحه الواحد يحكي له واللي عليه. اليوم الكابتن عمار سلمان في له طلبات على طاولة إدارة الهلال إنه أنا بدي أعزز الفريق بلاعب باثنين، ولا خلاص اكتفى بشهر شلباي؟ لا والله الصراحة يعني احنا كان في جلسة في هذا الموضوع وبحثنا فيها بكل محاورها. يعني احنا بنقول يمكن في حاجة معينة للاعب أو لا، يعني للاعب إضافة بأي لاعب. مركز بأي مركز؟ إيه، يعني احنا يمكن بندور على إضافة كمان لاعب يعني بالخط الخلفي. اه اه اللي يكون كمان لكل مركز لاعبين، مش لاعب بس. اللي ممكن يكون جاهز نشوفكم للفريق توجهتوا، بشكل أكثر أوسع. للأردن يا أبو محمد. كيف؟ ممكن نشوف الهلال يتوجه يعني للأردن. انا بدي اقول لك، يعني انا موضوع الاردن مش موضوع سهل كمان، يعني لا إلنا ولا لبقيه الانديه اللي صحيح عمالها كلها صحيح رايحه صحيح على صحيح. الاردن. يعني مش اشي انا شايف انه بحكيها من عنا، يعني احنا مش شايفين، وانا بدي احكيها من ناحيه من جانب الشخص اللي انا بشتغل فيه لا والامور لا، اللي وأنا انا بأكد لك إنه مارستها. عملية استصدار بعرف تصريح مش سهل. شو الموضوع هذا. يعني يمكن ياخذ اللاعب معك شهر، فانت الدوري اصلا هو حيكون فتره مضغوطه. هو على ما اعتقد اللاعب ما انه يلحق. راح ينتهي الدوري قبل انطلاق رمضان او قبل بداية رمضان عفوا. إيه هذا الصحيح، يعني هذا اه الاشي يعني اللي لا اعلن لا نص تقريبا ثلاثة يكون هذا. منهي. يعني يمكن كمان قبل نص ثلاثة، يمكن بين 5 6 3 يكون منتهي الدوري. مم. مضغوط جدا راح يكون بدون اي توقف الفترة القادمة. راح ينطلق الدوري خلال تقريبا شهرين ونص. راح يكون الدوري منتهي، وبعد هيك طبعا دخول في شهر رمضان وقصتنا طويلة. طيب شاهر شلباية وصل ضفة، وصل القدس. شهر الطويل طلع. ايش الاسباب اللي خلت شهر الطويل يطلع من والله الهلال؟ شاهر الطويل يعني في عنده أسباب خاصة، وأسباب هي أسباب يعني أكثر شخصية وهو عائلية. يعني في عنده شغلات هو ما يعني ما بنحب نعلن عنها لأنه هي شغلات خاصة فيه هو. إيه، شاهر كان في بيته بين أهله وكان مبسوط جدا. وشاهر بالأمانة أنا بحكي لك مش عشان إنه على يعني على راضي أو بدي الناس تسمع شو بنحكي عنه.
بس للأمانة هو إنسان رائع جدا، هو إنسان ابن أصل وابن ناس ومحترم جدا، وإحنا تشرفنا إنه كان معنا وتعاملنا معاه بالطريقة اللي هو كمان طلبها. باللحظة اللي طلبها إحنا وقفنا معاه وما توانينا ولا بأي لحظة ولا فكرنا إنه كمان إحنا فريق متصدر وبحاجة أو إشي زي هيك. لا، إحنا أعطينا المهم راحته هو، يعني فكرنا في راحته بدنا نفكر براحتنا إحنا يعني. وهو طب كمان يعني بنتمنى له التوفيق وإن شاء الله خير يعني. هلا انت بتحكي لي بدنا لاعب عماله، حد بيبعت لي عمار انا بدي اقول لك خلال 48 ساعه حيكون في اعلان عن لاعب. عن لاعب واحد. يعني هذا اللي موجود من حاليا. وين من وين وان شاء الله من يعني وين احنا من وين يمكن من وين يكون هذا لنا اللاعب؟ لاعبين، احنا يمكن الفتره الجايه حيكون لاعبين اللي هم بس احنا ما بنعلن عن الامور اللي هي موجوده في. ان شاء الله لاعب خلال 48 ساعه حيتم الاعلان هذا عنه. اللاعب لتعويض شهر طويل. كيف؟ اللاعب ليعوض. والله هذا اللاعب لتعويض شاهر وغير شيء، يعني هذا لاعب يعني في اكثر من مركز. بدي اسالك هو من وين، بتميز. من الاردن ولا من هون؟ لا من عندنا من البلد. من البلد. طيب، كان في مقابله للكابتن ضياء ابو جاد، قال انه وقعنا مع لاعب من الاردن، يعني بننتظر التصريح الخاص فيه، هي كمان صفقه من الاردن. في صحيح في لاعب من الأردن يعني، وإحنا بس ما بنقدر نعلن عنه إنه لا. يعني أنا قلت لك من البداية موضوع دخول اللاعبين كمان مش كتير سهل. بس باللحظة المناسبة إحنا حنعلن عنه يعني. ومعلن إحنا ومعلن تاريخ. كمان انه لا إحنا اثنين وقعنا من معاه غزة. وطلبنا تصريحه، والأمور إن شاء الله إنها ماشية بإجراءها، إن شاء الله إنها الأمور تمشي بإجراء سريع كمان. بقول لك اعلن كمان عن لاعبين اثنين من غزة. لاعبين غزة هم معلن عنه هدول فيهم هدول واحد. تعون مرحلة الذهاب، اللي كان حكى عنه. يعني عندنا لاعب احنا موقعين معه اصلا 4 مواسم. اه وهي صار موسم مخلص وهو مش داخل. يعني ما بقول لك موضوع التصريح مش اشي سهل يعني، خاصة انه في كتير لاعبين دخلوا البلد وعملوا تجاوز، وهذا يعني عملوا تجاوز خلينا نقول تعدوا مرحلة التصريح، وهذا الاشي كمان كان عامل خرب على غيرهم يعني. في غير شهر راح يطلع من الهلال؟ لا كل اللاعبين موجودين وراح يكملوا معكم؟ كل اللاعبين موجودين اه وفي اه الوضع يعني الحمد لله مستقر، واحنا يعني فريقنا وقفنا وجاهزين ان شاء الله بكل الموجود. اول مباراة لكم مباراة ديربي، بتعرف، مع المكبر. صحيح اول مباراة هي مباراة الديربي، كيف بدينا الموسم الديربي بدنا نبدا الاياب بالديربي. اعتقد انه يعني ممكن شوي هيك مرحلة الاياب تبلش ساخنة على الاطلاق، لما نشوف الهلال مع المكبر، وبنعرف انه مش هالفارق الكبير بين المركز الاول والثاني والثالث. راح نشوف موسم فيه إثارة كبيرة، كابتن، ولا لا؟ والله انا يمكن احكيها بشكل عام، الموسم هو هذا بشكل شخصي هو موسم ملتهب من بدايته، والإضافة النوعية اللي كانت موجودة في هذا الموسم واللي أسعدت هذا الموسم هي كمان إضافة الجماهير. كان لها ميزة محترمة، وهي كانت نقطة تحول كمان للمنافسة وللحضور من جميع الفرق، يعني حتى الفرق اللي بتنافس على الهبوط كمان لها حضور. يا سيدي، إن شاء الله بنضل مستمتعين بهالدوري، وبنشوف موسم مختلف عن كل المواسم، وفي النهاية مبروك للي راح ياخد الدوري، وهرد لك لل 11 فريق. ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله يكون موسم مميز، ويكون هذا الموسم كمان حافز للمواسم الجاي، وهو بيكون رافع للمنتخبات. يا رب.